بياننا رأي العام أن الجريمة البشعة النكراء التي راحت ضحيتها عيدة الحمودي وآية محمد هي جريمة بحق جميع النساء والإنسانية جمعاء، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة بعد إطلاق النار على رأسها بيد أخيها وأهلها، هؤلاء الذين كانوا يوما ما سند لها تحت ذريعة الشرف والناموس. ففي كل مرة تقتل امرأة من حولنا نموت جميعا قهرا ونموت قهرا وغيظا من مستقبل مات فيه نور العدالة في آخرها. فالنساء يقتلن كل يوم بأبشع الطرق على يد أكثر الناس قرابتها وأكثر الأماكن اطمئنانا. فالسكوت عن مثل هذه الجرائم الوحشية هي السكوت عن الحق، وتعتبر خيانة لأرواح النساء كافة. أيتها النساء أينما كنتم قفوا وتكاتفوا وكونوا الحق بوجه الظلم، وكونوا الشمعة التي تنير الطريق الظلمي. نحن كنساء مجلس عوائل الشهداء ندين ونستنكر هذه الجرائم الوحشية بحق النساء في جميع المجتمعات، ونناشد جميع المنظمات الإنسانية والدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومناهضة العنف ضد المرأة.